السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعه لكم فيديو جديد وحاجه حلوه حلوه كده في الشتاء. انتوا عارفين الشتاء العشاء بالليل بيحب حاجه دافيه، كوبايه شاي مع اي حاجه حلوه. النهارده فكرنا نعمل لكم ايه؟ حجازيه اسكندراني. يلا بينا نشوف الحجازيه الاسكندراني يا حبايبي. مقاديرها: دقيق سميد ودقيق ابيض وقرفه وشويه كاكاو وخميره بيره ودقيق ابيض وسمنه طبعا وزيت. هنروح الاول نعمل الحشوه واقول لكم الحشوه هنعملوها ازاي. الحشوه حبايبي يلا بينا. عباره عن كوبايه سميد زي ما انتم شايفين اهو، وكوبايه سكر، وكوبايه جوز هند. حطوا كده كوبايه جوز هند حلوه كده. لو عندك مجروش ماشي، عندك ناعم ماشي. ماشي حبايب قلبي. خلاص كده. كده عملنا كوبايه اهي. هنحطه 3 معالق الكاكاو. حطوا معلقتين كاكاو كبار، معلقتين قرفه قصدي. زي ما انتم شايفين كده القرفه اهو اهو. حطوا شويه القرفه كلهم اللي احنا جايبينهم. ماشي حبايبي. ولو عندك طبعا كاكاو بيعززها شويه. ماشي. عايزه اضرب لك بقى الشكل ده كله، كل الخليط مع بعضه كده حبايب قلبي. عايزاها تبقى عامله زي الرمله المنديه. بس الاول ادخل كل المقادير مع بعضها، وهتسقيها بالميه وتعمليها بايديكي واحده واحده. ميه كده حبات حبات، مش ميه كتير يا حبايبي، شعره ميه كده بس صغير عشان تبقى عاملاها زي الرمله المنديه. خلاص بقت عامله زي الرمله. برضك حته سمنه بتعززها شويه. حطي حته السمنه دي بتعززها شويه. كده خلصنا من الحشوه. هنروح بقى نعمله العجينه حبايب قلبي. العجينه انا احب انخل الدقيق قوي. هنحط كام كوبايه دقيق ابيض اهو. دلوقتي يا حبايبي حطيت 3 كوبايات دقيق ابيض ونص كوبايه سكر حبايبي. وما تنسوش ذره الملح عشان ده عجين، و3 كوبايات سميد. ماشي حبايب قلبي. هنلخبط كل المواد الجافه مع بعضها، وهنحطه بقى دلوقتي خلاص كده. هنبسها بالايدام. هنحط الايدام حبايب قلبي. ثواني ونجيب لكم الايدام. يا حبايب قلبي دي كوبايه ايدام اهي، سمنه وزيت، بس اكترها سمنه وشويه زيت صغيرين كده يعني بس عايزه اقول لكم ملحوظه برضه. الحجازيه ما بتحب الزبده، يعني على قد ما تقدري سمنه. بصي هي عايزه بقى تتبس بقى كده. دي تتبس الاول قبل ما نعجنه. دخلي كل الايدام فيها حبايبي قلبي. ماشي. هي سهله وبسيطه وجميله وخفيفه. ماشي. بسيناها كلها اهي. هنبدا نعجن بقى بشويه ميه شويه ميه. بس حبيب قلبي الخميره اهي، انا بحب اعمل الخميره بتاعتي كده. ما بقى جايباها صبحه، مش قلت بقى اختبرها ولا ما اختبرهاش. ماشي. خلطها كلها في قلب بعضها. العجينه زي ما انتم شايفين جميله اهي، اتلمت مع نفسها. هسيبها اغطيها واسيبها تختمر شويه، تترفع شويه قبل ما اعملها في الصينيه. ماشي حبايب قلبي. راجعه لكم تاني، بس اغطيها واسيبها شويه تختمر بس شويه. ماشي. دلوقتي حبايب قلبي العجينه اختمرت اهي. هي بتختمر على مرتين. خمرناها مره اهي. هنقسمها بالنص حبايب قلبي عشان هناخده نصها نحطوه ماشي. يلا بينا. هنفردوها في الصينيه. بس انا حاطه كيسه في الصينيه عشان ما تتعبش، مش عايزه اتعبك. تجيها كده على قد ما تقدري. نخلص الكميه كده. فركت الطبقه اللي من فوق الوش اللي هقلبها عليها. دي الطبقه اللي فوق الوش. هحط بقى كده. طبعا مش شرط تحطي ماده دهنيه او حاجه. هنحط بقى العجينه التانيه اهي. هنحطها في الصينيه حبيب قلبي. هفردها كويس قوي واقول لكم هعمل ايه. خليكم معايا بعد ما افردها. افرجيها وانت بتفرجيها اعملي لها كده
زاويه كده عشان الايدام ما الحشو اللي هنفرده. هفردها معاكم حبايبي، اكمل الكميه وهرجع لكم تاني. فردنا الطبقه التانيه اللي من تحت حبايبي. هبدا احط الحباش بقى اللي انا عملته، اللي هو عباره عن سميد وجوز الهند وسكر حبايب قلبي. حط ماشي. انا حطيت اهو الحشوه. هبدا اقلب اللي انا كنت فرداها على الصينيه. هنعملوها ازاي بقى حبايبي؟ اهو تعالي كده. ايه رايكم؟ ايه رايكم كده؟ نبدا بقى نعملها كده، نظبطها تاني. حاولي تجيبي ده كده. عشان لسه في خطوه تانية هعملها معاكم. بس كده ايه رايكم حبايب كده قلبي؟ بس بصوا بقى المنظر اللي بيتعمل على اهو. بصوا هنعمل ايه بالشوكه كده. انت بقى هتزوقيها. هي طبعا لما تستوي هتبان ان لازم كل حاجه تتعمل وانت ايه وهي نيه. قلبي المنظر النهائي لصينيه الحجازيه. هسيبها تختمر نص ساعه كمان وبعدين هدخلها الفرن. حبايبي هي اختمرت خلاص، هدخلها الفرن ولما تطلع هوريها لكم واديكم المنظر النهائي اللي يا حبايبي. حبايبي صينيه الحجازيه بعد ما خلصت، بعد ما قطعناها التقطيعه الجميله دي. بص المنظر جميله ازاي وناعمه وحلوه. بص المنظر. حبايبي ما تنسونيش بكومنت حلو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.